السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مطبخ ماشا. النهاردة عندنا حاجة سهلة وحاجة الناس كلها بتحبها وحاجة غالية في نفس الوقت، وبعدين انا قلت النهاردة ان انا اجربها ونعمل تجربة كده مع بعضينا الاتنين البوري ده. فطبعا ما حبيتش ان انا اطول الفيديو، فجبته وغسلته غسلة كويسة وحطيت فيه مناديل كده الناحيتين. انا بس بوريكم انا عملت ايه كده، ونحط برضو من الناحية التانية كده وعلقناه كده يعني حوالي 8 ساعات لغايه ما نشف معانا وبقى كويس جدا. اهي كده المنظر ده نشف خالص. اهم حاجه ان احنا نعمله بالورق المناديل كله وننشفه كله بالورق المناديل، ما يبقاش فيه اي حاجه، وكل ما هننشفه كل ما هيطلع برضو منه حاجات. فانا نشفته كويس جدا بالورق المناديل وبعدين طلعتها كده زي ما انتم شايفين. برضو هتطلع كل ما كده هتطلع، بس انا سبتها يعني اقصى حاجه ان هي ممكن ما تطلعش معانا. ادي كده الاتنين معانا عاملين كده. هنبتدي ان احنا نعمل لهم زي مساج كده، نطريها يعني بمعنى اصح. اهي من عند السلسله نطري اللحمه او نفصلها بمعنى اصح عن بعضها كده اهي، والتانية نفس الحكايه. هي من عند السلسله بس مش من اي حته تانية كده. هنقول تجربه معانا يا صابت يا خابت، بس ان شاء الله هتصيب معانا وهتبقى كويسه جدا. اهي بصوا نشوف قد ايه، عديناه حوالي 10 ساعات في الهواء. بعد كده برضو ننشف تاني اهي كده. نشفنا هنبتدي بقى نحط انا مش هحط شطه طبعا عشان محدش عندي بياكل الشطه، انما هو اصلا بيتحط له شطه. هنعمل ايه بقى؟ طبعا حطينا ورق استرتش من تحت وهنبتدي ان احنا نحشيه من جوه. طبعا هو ملوش مقدار ولكن هنحشي على حسب ما تاخد مننا النغشيش اهي كده. لا طبعا لازم نجيب ملح خشن، ما ينفعش الملح الناعم. هو ممكن يتعمل بالملح الناعم عادي، بس الملح الخشن هيبقى افضل كتير لان مش هيديله الحدوقيه بتاعته الجامده قوي دي كده اهي. هنملاه. طبعا ممكن نحط شطه، في ناس بتحط كركم، في ناس هو ممكن 3 4 معالق شطه على الشطه دي على حسب ما انتوا عايزين. انما والكركم برضو ممكن نص معلقه صغيره كده. هنبتدي ان احنا نحط كده من فوق ومن تحت اهي. التانية برضو هنعملها خلف خلاف. هنبتدي برضو ان احنا نملاها كده من فوق اهي كده. انا عايزه اقول لكم انا بعمل الفيديو دوت وانا يعني في مرحله صعبه، بس كان لازم ان انا اعمله عشان خاطر ان انا ما بشتغلش على القناه بقالي مده كبيره جدا والقناه هتتقفل. فمش عارفه، انا مش عارفه اعمل ايه صراحه. انا تعبت جامد، بس ربنا يقدرني بقى ونكمل مسيرتنا في الحياه كده. ادينا عملنا كده ملينا زي ما احنا شايفين اهي كده. لازم نحطهم خلف خلاف اهي. هندي بقى كده من فوق رشه، حطينا طبعا من تحت كده. ونبتدي ان احنا بقى نلف كده هنبتدي ان احنا نقفله بقى بطريقتنا باي طريقه إن كانت بقى، بس المهم طريقه ان احنا طريقه كويسه ما يخشلوش نسبه اي هوا كده. طبعا هنلفه كتير ونضمه كتير بحيث ان الهوا ما يخشلوش خالص. طبعا انا مع كتر التعب نسيت ان انا المفروض ان انا احط ورقتين لورا. الورق اللورا دوت بيساعد على ان هو يحفظه. فانا فتحت بسرعه ورجعت تاني. ابتدينا ان احنا نقفل اهي وهنقفل تاني طبعا كده
اهم حاجه القفله الاولانيه دي، وبعد كده ان احنا نقفل الباب براحتنا عشان ما يخشلوش اي هوا. هنجيب طبعا اكياس ونحط فيها كده لان هو هينزل ميه اهي كده. طبعا زي ما انتوا كده شايفين اهو، لفيناه لفه كويسه اهو، لفيناه لفه كويسه. وطبعا هنلفه في كذا حاجه عشان هو كده كده بينزل ميه. معلش ان انا مش قادره اتكلم لان طبعا جالي حساسيه على صدري، وطبعا في مرحله ان انا تعبانه جامد، بس انا مش قادره اسيب القناه صراحه لانها وقعت جامد. وطبعا اي حد عايز يدعمني يا ريت ان هو يشوف الفيديو او يشير الفيديو، ده بالنسبه لي في حد ذاته ان هو كده يبقى بيساعدني. وطبعا انا بحاول بقدر الامكان رغم ان انا تعبانه، المفروض ان انا ما اعملش فيديوهات بس انا طبعا مش قادره ما اعملش. هنبتدي ان احنا طبعا ايه نحط في كيسه تانية كده اهو. خليكم معايا فاكرين الكياس اهي 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 كده. وهنبتدي طبعا ان احنا ناخد تاني استرتش عشان الميه اللي فيها تنزل كتير جدا اهو. حطيت كيسه ودي كيسه تانية ودي استرتش اهي. فان شاء الله كده معانا هيقعد حوالي 15 يوم، وبعدين نرجع ان احنا نشوفه شكله هيعمل ازاي وهيطلع معانا ازاي. فطبعا ارجو من كل اللي شاف الفيديو ان هو يشيره ويساعدني، هي دي المساعده الوحيده اللي انا طالباها منه. لان طبعا انتوا عارفين القناه، عارفين المرض جامد جدا، وعارفين بياخد قد ايه الوضع قد ايه. يا جماعه انا مش بشحت ولا حاجه، بس كل واحد بيحاول يعمل العمل ان هو يقدر ان هو يساعد نفسه، وانا بحاول ان انا اساعد نفسي، فانتوا ساعدوني كمان. وانا مش عارفه اقول لكم ايه. طبعا بعد 15 يوم هنشوف الفسيخ بتاعنا عامل ازاي وشكله عامل ازاي. وطبعا طالبه من كل حد يمكن احسن مني عند ربنا يدعيلي وتكون دعوته مستجابه عند ربنا. فمش عارفه اقول لكم ايه، وبشكركم جدا وما تحرمش منكم لان انتوا بقالكم سنين السنين معايا. طبعا الكلام ده للاصدقاء اللي بيحبوني وواقفين جنبي لحد النهارده وبيسالوا عليا وبيخشوا يسالوا عليا، وربنا يخليكم ما تحرمش منكم. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.